لما بدأت في 2014 اعمل فيديوهات وهكذا، وصلت لشيء محدش قدر يوصل له لحد النهارده والناس مش مقدراه. لقيت اهل بلدي هم اللي خذلوني، بس رغم ده انا بحبهم وانا قاعد في البلد، بيحبوني، بس انا مش هبذل مجهود عشانك. انما تبص السعوديين، واحد فتح لايف عنده 15 واحد، مش مشهور ولا معروف ولا اي حاجه خالص، مجرد انسان عنده شخصيه، تلاقي قاعد معاه في اللايف 10 جبال صحاب بجد، اخوات بجد. ساعتها الواحد يبقى قاعد في اللايف نفسه مفتوحه، يقعد يهزر مع الناس دي، اخواته واصحابه. انما انا لما اخذ في الكلمه بفتح اللايف بتاعي بلاقي 40 واحد بس اللي قاعدين معايا، الباقي كله عمال بيتفرج عليا. الناس بتبخل ان هي تدوس على الشاشه، يقول لك عايزين محتوى. محتوى مين؟ انتوا عايزين مشاهير، عايزين واحد يبقى بيثير الجدل، عايزين واحد يبقى ترند لما مؤاخذه، وتقعدوا ايه تسقفوا له، ولما تلاقوا عنده مشاهدات كتير تخشوا تقعدوا تبعتوا ورود وتقعدوا تدوسوا له وتقعدوا ايه، كلها اونطه في اونطه. مع ان احنا يعني المفروض لما مؤاخذه يعني احنا المصريين، معلش يعني في الكلمه، المصريين يا باشا، يا باشا ده احنا اتذكرنا في القرآن خير جنود الارض. يعني المفروض دول يبقوا جبال، دول يبقوا رجاله. كله عبط وكله هبل وكله تخلف، ماليش دعوه بكل ده، ما يخصنيش بره عني. انا اللي يخصني حاجه واحده بس، يخصني ان انا راجل ليا هويه، ليا تاريخ، عملت حاجات زمان. ال1000 فيديو اللي انا عاملهم زمان دول مالهمش قيمه عند الناس. لا يا عم خلاص، كان بيعمل محتوى زمان وشكرا. تلاقي كل الداعمين المصريين بيروحوا يدعموا المشهور لما مؤاخذه، قال ايه عايزين يتشهر. يا باشا دور على واحد فعلا صاحب شيء مش بيدعي الشيء، دور على واحد فعلا صاحب الشيء وصاحبه، وكون اخوه، وقف معاه في اللايف وخليك معاه. زي ما انت هتسنده هتلاقيه سندك، زي ما انت بتفيده هتلاقيه فادك. اخواتنا في السعوديه اكرم منا. المفروض احنا اللي نكون كده، مش اخواتنا في السعوديه. المفروض احنا اللي نكون جبال ونكون رجاله. اخواتنا في السعوديه ارجل منا. ايه يا باشا، احنا المصريين، احنا ذكرنا في القرآن.